سميتي بويسويل حسين، المنسق الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. المطالب ديالنا راه كيعرفها الشعب المغربي كامل، ما كنطلبوا إلا الإدماج في الوظيفة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية إسوة مع إخواننا الأساتذة. ما كنبغيوش نديروا هادو متعاقدين، هادو مرسمين، هادو متابعين للوزارة، هادو متابعين الأكاديمية، هادو متابعين. وهادشي علاش درنا، علاش خرجنا ودرنا المسيرة. وخاصة أن كاين واحد المجموعة ديال التهديدات اللي كتجي من طرف العمال ومن طرف المديرين ومن طرف المديرين ديال الأكاديميات الأساتذة ديالنا. إذا المسيرة كتجي لرفع الظلم ورفع الحقر على الأساتذة خصوصا. السلام عليكم ورحمة الله. أولا تحية للجماهير الشعبية اللي كيشاهدونا. حنا حاليا في مسيرة الشموع. المطالب ديالنا باينة وعادلة ومشروعة، اللي هي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. ومن هذا المنبر كنقولوا للحكومة يحاولوا ما يغلطوش الشعب بأنهم راه دمجونا ورسمونا. لحد الآن ما كاين لا إدماج لا ترسيم. هو الترسيم اللي كيهضروا عليه ترسيم مع الأكاديميات، حنا كنطالبوا بالترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية. وشكرا. السلام عليكم. حنا خرجنا اليوم في مسيرة احتجاجية سلمية. خرجنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا العادلة والمشروعة، ألا وهي إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم. بعد ما خرجت الدولة بالآراء التي تسعى فيها إلى تضليل الرأي العام، وحنا خرجنا اليوم باش نأكدوا للناس أن المطلب ديالنا العادل والمشروع مازال ما تحققش إلى حد الساعة.